كلمة تقريبا بقينا بنشوفها في كل بوست على فيسبوك، في كل حلقة على اليوتيوب، في كل ريل على انستجرام، في كل نقاش بينا تقريبا. حد يقول لك هيقضي على وظائف كتير وهياخد شغل الناس، حد يقول لك هيغير حياتنا للأحسن وللأبد. ناس متفائلة بيه، ناس قلقانة منه، وناس بتحذر منه، وناس شايفاه أمر واقع ولازم نتعامل معاه. ولأن طبعا الحكم على حاجة جزء من تصورنا عنها أصلا، فلازم الأول نفهم يعني إيه AI أو ذكاء اصطناعي. بص يا أبو عمرو، ببساطة ال AI أو الذكاء الاصطناعي هو إننا بنخلي الكمبيوتر أو الآلة تتعلم، تفهم، تحلل وتتصرف وكمان تاخد قرار، بدل ما كنا بنقول للكمبيوتر الأول لازم يتصرف إزاي خطوة بخطوة في كل تفصيلة. يعني في البرمجة العادية بعيدا عن ال AI بنبرمج الكمبيوتر أو الآلة بالطريقة دي: لو حصل كذا اعمل كذا، لو المستخدم كتب أهلا رد عليه وقول له أهلا وسهلا، قال لك مع السلامة اقفل المحادثة أو الشات، كتب الباسورد مرة غلط قول له حاول مرة تانية، كتب الباسورد غلط 3 مرات ابعت له ايميل وقول له في حد بيحاول يخترق حسابك. كل حاجة لازم تكون مكتوبة، كل احتمال لازم يبقى معمول حسابه. انما الاي اي او الذكاء الاصطناعي هنا اللعبة بتختلف تماما، بنوريه بيانات كتير زي صور او جمل او تسجيلات صوت او فيديوهات. ومش بس كده، احنا بنساعده في الاول وبعد كده هو بيتعلم بنفسه. بدل ما نقول له يعمل ايه بالظبط، احنا بس بنديه شوية امثلة وهو يبدأ يفهم النمط. يعني مثلا عايز الآلة تفرق بين قطة وكلب، بنوريها آلاف بل ملايين الصور، ومع كل صورة بنقول لها دي قطة وده كلب، وبعد شوية نوريها شوية صور جديدة ونسألها فتقول لك ده كلب بنسبة 77% أو دي قطة بنسبة 90%. فنقول لها إيه بقى؟ استنتاجك الأولاني صح، برافو عليك، إنما التاني غلط للأسف. فبتاخد بخاطرها شويتين بس بتفوق من الصدمة بسرعة قوي يعني الحقيقة، وتفضل تطور من نفسها وطرق تمييزها وتفريقها بين القطة والكلب. مثل تاني، عايز الآلة تتكلم مع بني آدم، بنوريها محادثات حقيقية وهي تتعلم الردود المناسبة حسب الموضوع أو السياق. يعني باختصار، بدل ما كنا بنقول للآلة تعمل إيه بالظبط، لا بقينا بنعاملها كشخص ناضج عنده القدرة إنه يتعلم ويتصرف ويطور من نفسه. بس مفيش مانع كده من فترة للتانية نشقر عليه ونوجهه للأحسن والأفضل. وده على فكرة اللي خلى الذكاء الاصطناعي يبقى مرن ويشتغل في حاجات ما ينفعش نبرمجها بالشكل التقليدي القديم لوحده. زي إيه مثلا؟ زي التعرف على الوجوه في الموبايلات، الترجمة الفورية اللي بنستخدمها كل يوم، أو قيادة السيارات ذاتية القيادة اللي بتقدر تتعامل مع أي متغير محيط بيها في الطريق وتتصرف بسرعة جدا. وكمان للمفارقة يعني في كتابة أكواد برمجية معقدة جدا تقول لآلة تانية تتصرف وتعمل إيه بالظبط. أو زي تشات جي بي تي أو جيميناي كده اللي يقدر يكمل معاك في أي محادثة أيا كان الموضوع، أيا كانت اللغة أو اللهجة المستخدمة. يعني على فكرة الذكاء الاصطناعي ده مش حاجة سحرية أو أفلام خيال علمي، هي بس طريقة جديدة بنخلي بيها الآلة تفهم مش بس تسمع الكلام. بس هو بيفهم إزاي وبيتعلم إزاي من البيانات وإيه اللي بيحصل جوه دماغه لما بيفكر أو بيحلل أو بياخد قرار. كل ده وأكتر هنعرفه بالتفصيل بإذن الله في الحلقات الجاية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو أنت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، وقول لنا في الكومنتات ايه اكتر حاجة قلقان منها بخصوص الاي اي. على السلامة يا ابو عمو.